انا مش طالع اقطع عيش حد، انا طالع انقل لكم نصيحه وتجربه عمليه حصلت قدام عينيكم، ويعلم الله انه والله ما كنت عامل حسابي لاي شيء. النهارده باختصار شديد هنتكلم عن انك تستخدم سبرتايه نحاس ولا ازاز ولا فخار. ومناسبه الفيديو ده بالتاكيد هو اللي حصل ونشرته على الستوري، وكتير من الناس قالوا لي احمد احنا اتاذينا بسبب دي. حبيت اشارككم انا كمان في فيديو على العلن واقول لكم فيه ان انا شخصيا كنت هروح فيه. لكن كالعاده ايها الساده، قبل ما اقول لك الامن ليك السبرتايه النحاس او الازاز او الفخار، كالمعتاد بنصلي على الحبيب المختار وندعي لامي ولامواتنا بالرحمه وندعي لاخواتنا بالثبات ويرد فينا النخوه اللهم. وعايز اقول لك انه احد اسباب ان الفيديوهات ما بتوصلش لاخواتنا هو عدم تفاعلك انت ايها المشاهد على الفيديو. وانا مش بجبرك انك تعمل لايك غصب عنك لو المحتوى ما عجبكش، لكن للاسف في كتير بيتفرج على الفيديو وبيبعت لي في الرسائل ان الفيديو الله قد ايه كان جميل، لكن بينسى انه يعمل لايك، وده اللي بيخلي فيديوهاتنا ما بتوصلش للغاية. فلو سمحت ممكن تساعدني وادعوا لي كده ان ربنا يروق عليا في كل اللي جاي. ومش هقول لك ان دعوه 40 بظهر غيب مقبوله لان ده حديث ضعيف، لكن هقول لكم ربنا يتقبل منكم يا رب كل الدعوات الحلوه اللي انتوا هتدعوها لي ولكم بالمثل اللهم. 3 2 1 اكشن. حذرتكم من مخاطرها قبل كده كتير وقلت لكم خلي بالكم لان هي مش هتتحمل معانا. والنهارده نشكر قهوه الحسيني انه بعت لنا واحده نعمل عليها تجربه عمليه عشان مؤخرا بقت موضه وللاسف كتير جدا اتاذوا منها. وهناخد جوله بالمره بعد الشرح في مكان انا زرته من 4 سنين لما كان فرع واحد، والنهارده تبارك الله بقى 3 فروع. والموضوع ببساطه هو توضيح لمخاطر السبرتايه بشكل عام لو كانت جودتها ضعيفه، والسبرتايه الازاز بشكل خاص سواء كانت ماركه حنبوزو لو يبوزو او ماركه سيبها السبت وخدها لحد. في البدايه هتلاقي اللي يقول لك قص الفتيل وخليه بالظبط على قد الطول عشان ما يكونش فيه مسافه، والمسافه دي تخليها ما تبقاش محكمه الغلق. وكمان هتلاقي نصايح الناس بتقول لك انك انت بعد ما تعبيها بالسبيرتو حاول انك انت تمسح كل الاماكن حواليها من قبل ما تستخدمها لاول مره. وهتلاقي 1000 واحد هيحاول يقنعك باكبر اشتغاله وللاسف بتدخل على الناس. وده ببساطه لان هي شفافه زي ما انتم ما شايفين، واي حاجه ازاز قدام الكاميرا بتخطف العين. لكن هل ينفع نغامر بشيء يخطف العين لكن هيضيع حياتي وحياه كل اللي حوالينا؟ بالنسبه للفتيل مش هيفرق ان كان قصير او طويل، واللي هيقول هتفرق عشان الطول هيخلي القفل بتاعها مش محكوم يبقى انت اللي بتقول ببقك ان في شيء وارد يحصل والدنيا تهب مننا. وبالمناسبه برغم ان السبرتايه نارها خفيف، لكن لما تمسك في الشيء ومع الهلع المفاجئ بيحصل توترات كتير، ووقت اما الانسان ما بيحس بالهلع ما بيحسنش التصرف، ومن هنا بتكمن المشاكل. وده اللي بحاول انقله ليكم، انه حتى لو كنت هتقدر تسيطر على الموقف بنسبه 100%، الا انه لو حصل شيء مفاجئ هيخليك تفقد السيطره. وحتى لو حافظت عليها قدر المستطاع وخليت الاولاد يبعدوا عنها وخليت حتى قطتك تبعد عنها وما تزقهاش برجلها كعاده القطط وتقع وتتكسر وتتبهدل وتعمل مصايب جوه المكان، قول لي ازاي هتقدر تحافظ على ضغط السبرتايه الازاز ان هي ما تنفجرش معاك؟ طبعا لا قدر الله. اتوقع دلوقتي كل واحد فهم مدى خطورتها عامله ازاي. ومن وجهه نظري لو انت مصر او مصمم او لسه مقتنع انك عايز تستخدم السبرتايه الازاز، انا مش طالع اقطع عيش حد، انا طالع احافظ على نفسي واحافظ عليك. لكن ان كنت مصر عزيزي المشاهد والمستمع انك لسه تستخدم السبرتايه الازاز فتقدر تستخدمها بنفس الطريقه اللي انا عملتها قدامك. ما عبيش السبرتايه وما اسمعش كلام الناس اللي بيقول لك عبي السبرتايه ربعها او نصها، لا، تقدر تحط حبه بسيطه او انك تطلع الفتيل وتبلها كل شويه من السبرتايه نفسها، لكن ما تعبيش السبرتايه الازاز بسبرتو احمر. ودي نصيحه تفاديا انه لو لا قدر الله وقعت منك في اي وقت وانكسرت فتبقى حميت نفسك وحميت اللي حواليك، وتبقى الخساره كلها على قد شويه ازاز اتكسر. وقلنا قبل كده برضو انك لو هاوي سبرتايه يبقى نحاس محترم زي النحاس البراموني، او انك تستخدم برضو سبرتايه فخار. بالمناسبه بن الحسيني الكولومبي الجديد عامل شغل عالي قوي، الف شكر للبن الحسيني انه ساهم معانا بالسبرتايه وساهم معانا بالقهوه المعتاده اللي بتكيف دماغنا ايها الساده. لو بتحب تدعم الشباب اللي بيحاولوا ياكلوها بالحلال بمشاريعهم الصغيره، فيبقى الكلمه الحلوه والدعم بتاعك هو انسب شيء تقدر تقدمه ان لم يكن عندك حب استطلاع وفضول انك تجرب طقم الفخار اللي ظهر. لو حبيت تجرب السبرتايه الفخار هسيب لك الستور بتاعهم تقدر تطلبه من احمد، لانه شاب بيجتهد ان هو يقدم لك افضل معنى، وطالما بياكلها بالحلال يبقى بقدر المستطاع كل واحد بيعمل اللي انا من اتجاهي عملت اللي عليا، وانت ايها المشاهد فاضل تعمل اللي عليك. واتمنى يعني ان هو يستبدل بس الفتيل بفتيل ارفع من كده عشان تتناسب مع السبرتايه، وبالتاكيد هسيب لكم كل التفاصيل في التعليق. وبالمناسبه الفخار تقيل ويتحمل صحيح، برضو في بعض القلق ان هو ممكن يتكسر منك، بس ده لو خد خبطه جامده عن المعتاد، لكن بالتاكيد عمرنا ما هنعرف نقارن الفخار بالازاز. اوفرول الطقم كله جميل وشياكه، ويسلم ايدين اللي بعت لي الهديه في الطلعه. وبمناسبه الشكر بحب اشكر برضو ايهاب عبد الله الممنوع من دخول كل فروع الكوخ كافيه، بشكره على استضافته لينا وتجميعتنا كلنا مع بعض في لقمه سحور، خصوصا ان من اول رمضان لا خرجت سحور ولا فطار. منور يا فهمي.
الاكل حلو، الصرف باين، جندي تاج مبسوط، التيم بتاعنا مبسوط، صاحب المكان ايه رايك؟ الاكل حلو، الدنيا تمام. وبالمناسبه حتى النهارده وجودنا في المكان سببه شغل تصوير كليب لصديقنا الرايق محمد فهمي، وطبعا الاشراف العام شركه صديق الكفاح احمد جابر اي جي ديجيتال، وده لان المكان فعلا جميل وهادي ويطلع منه شغل كتير قوي حلو، ديكور وقعده وتجمع مبهج، وده بتلاقيه كوبي بيست في فرع وسط البلد او الكوربه او الزمالك. واظن لو كتبتوا على جوجل كلمه الكوخ هتلاقوا توصيات الناس عن المكان بيحكي كتير، وهيوفر لي كل الكلام اللي ممكن في حقه يتقال، عشان شهادتي في المكان مجروحه نظرا للصداقه اللي بتربطني بيني وبين ايهاب عبد الله الممنوع من دخول كل الفروع. لكن في حقيقه الامر ربنا يوسع عليه اللهم امين، هو دايما بيجتهد واجتهاده باين في المكان. في النهايه ده يوم عابر حبيت اشارككم بيه لانه فرق معايا قوي وجودي هنا، واللي تابع الاستوريهات هيعرف الاختلاف ما بين دلوقتي وزمان. بحييكم اينما كنتم في اي مكان، لكن تحت اي ظرف ما تنساش تصلي على الحبيب المختار، وكالعاده ندعي لامي ولامواتنا بالرحمه ايها الساده. وقبل ما تقفل من فضلك ما تنساش لو عندك كلمه حلوه عايز تقولها لي بالتاكيد انا مستنيها عشان افرح بيها. لو عندك اي انتقاد برضه قوله لي عشان اتعلم منه. لو عندك اي كلمه سلبيه ربنا يسامحك وبلاش تكتبها لي. لكن في المجمل لو حبيت تدعمني بالتاكيد تقدر تختمها بلايك. مساء الزبده.